السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. متابعتنا النهاردة عن حادث وقع قبل حوالي ساعة على كوبري الدقي في محافظة الجيزة. الحادث اللي بنتكلم عليه حادث تصادم اتوبيسين فوق كوبري الدقي، والحادث كان هيتسبب في سقوط احد الاتوبيسين من فوق الكوبري، وكانت هتبقى كارثة كبيرة، والحمد لله ربنا ستر. نروح نشوف لقطات من الحادث ونرجع نتكلم عن تفاصيل اللي حصل. ودي لقطات تانية تم تصويرها من جانب آخر من الحادث، صورها أحد الأشخاص ممكن نشوفها، وبيظهر فيها عدد من المصابين وهم قاعدين على كوبري الدقي. زي ما شفنا حادث صعب وبشع، حادث تسبب في سقوط عدد من الإصابات وتم نقلها للمستشفيات، وإن شاء الله تكون حالتهم كويسة بإذن الله. الحادث طبعا السبب الرئيسي فيه السرعة والرعونة وعدم تنفيذ تعليمات المرور وقواعد التخطي. الأتوبيسات بتجري وبتتنافس والعند بينها مين اللي هيسبق الأول، وطبعا ده تسبب في الحادث، وكان هيتسبب في كارثة كبيرة زي ما قلنا لو كان سقط أحد الأتوبيسين أو الأتوبيسين من فوق الكوبري، كان طبعا هتبقى كارثة كبيرة. والحمد لله ربنا ستر وما حصلش الكلام دوت، وسور الكوبري قدر إن هو يحجز الأتوبيسين بعد التصادم أو الصدام اللي حصل بينهم. دي كانت متابعتنا النهارده، متابعة خاصة بحادث أتوبيس الدقي أو حادث تصادم أتوبيسين في كوبري الدقي في محافظة الجيزة. الحادث اللي ما مرش عليه أكتر من حوالي ساعة أو ساعة ونص. زي ما قلنا وقع بسبب الحادث عدد من الإصابات وتم نقلها للمستشفيات، وإن شاء الله تكون حالتها كويسة، وإن شاء الله ربنا يتمم شفاهم على خير. دي كانت متابعتنا النهاردة، متابعتنا مستمرة معاكم بإذن الله، متابعتنا في كافة المجالات، متابعتنا لكل شيء يهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع الأخبار، في أي مكان هتلاقوه بإذن الله موجود هنا على القناة. ما تنسوش تشرفونا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم على خير في متابعات جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.